السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. في البدايه كده مش عايزين نكون اتعودنا يا جماعه، الموضوع في غزه بقى كبير قوي وبيكبر اكتر واكتر مع كل يوم بيمر، فمش عايزين ننساهم من الدعاء وعايزين نفضل مكملين على المقاطعه. ربنا ان شاء الله يفك الكرب وينصرهم على اعدائهم واعداء الدين يا رب العالمين. فيديو النهارده فكره مختلفه كانت في دماغي من زمان وما صدقت لقيت الحاجه اللي تخليني اعمل عليها الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. فقبل ما نبدا كده الفيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ولايكوك الجميل، ويلا نبدا الفيديو. في البدايه كده معلش هيبقى في مشكله في الصوت، مش عارف يعني، ان شاء الله ما تظهرش او احاول اظبطها كده، لان عندي كده مشكله بخصوص المايك. المهم هتتحل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وما قدرتش استنى وقلت لازم اصور الفيديو لما وصلت للفكره اللي كانت في دماغي. الفكره اللي في دماغي دي ان في ثقافه في الاكل اللي هو الاكل الجاهز، يعني اكل معمول وبيبقى متجمد وبيجي بيدخل مايكرويف يتسخن بطريقه معينه ويبقى جاهز للاكل. الفكره دي يمكن كنت بشوفها في الافلام الاجنبي او في الفيديوهات اللي بتتصور بره مصر. فانا بقلب كده عشان الاقي فكره جديده اعمل بيها فيديو جديد، لقيت شركه 3 شيفز عامله الكونسبت ده او الفكره دي، اللي هو الاكل الجاهز اللي بيتاخد يتحط في الميكرويف ويبقى جاهز على الاكل. فجبت صنفين كده قلت نجربهم الاول ونشوف الفكره دي عامله ازاي. سجق ورز وفراخ ورز. تعال نشوف بس اول حاجه هو ايه الفكره دي وايه اللي مكتوب يعني نتعرف الاول على المنتج نفسه. طبعا هنا اول حاجه مكتوب ريدي ميلز، وجبات جاهزه، وجبه سجق بدبس الرمان مع الرز، ومرسوم رسمه ميكروويف وسبع دقايق، يعني بتجهز في الميكروويف من 7 دقايق. وزنها 450 جرام وسعرها 100 جنيه. وكمان كاتبين كل المعلومات الغذائية، يعني كاتبين البروتين 9.7%، الدهون 5.4%، الألياف 2%، الكربوهيدرات 1.8 ولا 18%، والكالوريز 164. خدوا بصة كده. طب تعال نشوف المنتج التاني. صدور مشوية متبلة بصوص الريحان مع الأرز، برضه 450 جرام نفس السعر، وبرضه بتتحضر في 7 دقايق. ده شكلها. طب تعال نبدأ كده بالسجق. تعال نفتح الأول ونشوفه من جوه عامل ازاي. هو طبعا متغلف كويس قوي يعني. الفكرة بس ان هو مش معاه معلقة تقريبا، صح؟ يعني هو فعلا مفيش معلقة. يعني دي كان تاتش كده بسيط، بحيث ان المفروض يعني اللي يشتري حاجة زي كده في الأغلب هيكون واحد مغترب، واحد في شغله، فيعني تاتش المعلقة ده كان هيفرق كتير قوي. بس يعني ايه، ده اللي موجود دلوقتي. انا اعتقد ان هو العلبة دي بتبقى بتدخل مايكرويف. طيب انا لقيت هنا ان في طريقة تحضير. هي المكونات الأول: سجق، دبس رمان، توابل، رز، زبدة طبيعية، ملح طعام، زيت نباتي، خضار فريش، بصل، توم، فلفل ألوان. والمنتج يحتوي على متبقيات بروتين الصويا. مهم التحضير: يترك المنتج لمدة تراوح من 30 ل 40 دقيقة عشان يفك كويس. بعدين نسخن طبق في الميكرويف بعد إزالة الغلاف الخارجي لمدة 7 دقايق تقريبا. فيلا بينا على الميكرويف. انا متحمس جدا، مش عايز اقول لكم الروائح كانت عامله ازاي، او ريحه السجق كانت عامله ازاي وهو بيسخن. جبنا معلقه وانا مبسوط لحاجتين: الريحه مبشره قوي، تاني حاجه ان انا من فتره طويله يمكن اول مره اعمل ريفيو كده لحاجه سخنه. هنا دايما كل الحاجات اللي بتيجي يا اما بتبرد يا اما بتبقى دافيه. ف انا متحمس جدا. تعال نفتح كده ونشوف ايه اللي حصل. بسم الله. واو، انا شايف قطع سجق متقطعه كويس قوي ومع شويه خضار اللي هو بصل وفلفل الوان، وفي زي صوص مش عارف ولا ميه، هي دي اللي انا خايف منها يعني. والرز رز ابيض عادي. طيب خدوا بصه كده. طب تعال ندوق كده الاول الرز، نشوفه هل هو رز ابيض عادي. هو كان مكتوب ان هو فيه زبده، فتعال نشوف. بسم الله.
لا، رز ابيض عادي خالص، حتى الملح فيه قليل جدا او مظبوط يعني. تعال نشوف بقى السجق. مم. روايح تحفة. بسم الله. واو. واو. سجق تحفة. تتبيلته كده فيها شوية سبايسي كده تقريبا جاية من الفلفل، وتتبيلة السجق نفسها حلوة قوي. تعال نحط كده الخليط ده على بعض. لا والله الوجبة كويسة جدا يعني. انا حاسس ان هي ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وجبة وسط. وبالنسبة لسعرها انا شايف ان هي قيمة مقابل سعر. في بروتين، في رز. شايف الكمية مناسبة لواحد اكلته وسط. طب تعالوا نسخن وجبة الفراخ ونجربها مع بعض ونشوف. طيب وصلنا بوجبة الفراخ. بس عايز اقول لكم ان ريحة وجبة السجق كانت احلى شوية. فتعالوا نفتح دي ونشوف. انا متحمس اوي لصوص البيستو دي. تعالوا نشوف. اوه. امم والله ريحة اقوى لما فتحت. طب تعال نبص كده بص على المكونات بتاع الوجبة دي عبارة عن ايه. مكونات: صدور دجاج مشوية، ماء، توابل، حامض ليمون، فوسفات غذائي، مش عارف، رز، جلوتومات، ملح طعام، لبن كامل الدسم، دقيق قمح، زيت نباتي، ريحان طازج، وزيت زيتون. طيب، معلقتنا الجميلة ونبدأ نشوف. طبعا الرز هو في الوجبة الأولانية برضو نفس الرز الأبيض السادة. هو نفس الرز، ما فيهوش أي اختلاف. تعالوا نشوف الفراخ. هي عبارة عن قطع كده، وفي الصوص وباين قوي يعني ان في زي ريحان متقطع صغير قوي كده. تعال ندوقها كده من غير الرز. بس- امم لا والله حلوه، وقطع الفراخ مستويه كويس قوي، وطعم الصوص مش قوي قوي، بس لا، طعم الريحان مدي تيست كده حلو قوي. تعال نجربها مع الرز. بس- لا والله طعمها حلو ولذيذ. طب تعالى اقول لكم رايي في التجربه والفكره دي. طيب انا قبل ما اقول لكم رايي اتعمدت ان انا اكل وجبه سجق كامله عشان اشوف هل هي فعلا مشبعه ولا لا. ولقيت ان هي فعلا زي ما قلت لكم ان هي يا دوب تشبع شخص متوسط الاكل او اكلته وسط يعني. فانا شايف يعني اقتراح كده ان هي ممكن الوجبه مثلا تكبر شويه والسعر يزيد، مثلا تبقى 20 30 جنيه زياده، والوجبه تكبر وتبقى يعني مشبعه اكتر. وتقريبا دي اسعار يعني وجبه اي فرد دلوقتي من اي مكان بره. فانت بتشتري من مكان معروف او من براند معروف، ووجبه سريعه التحضير 10 دقائق بتكون جاهزه على الاكل. وفي اختيارات كتير. انا جبت بس الوجبتين دول كتجربه اوليه بس. وبالنسبه للطعم في الوجبتين اللي انا جبتهم النهارده، انا عجبني السجق او وجبه السجق اكتر بكتير من الفراخ. طبعا حرش اكتر من وجبه الفراخ. حاسس ان وجبه الفراخ مايله شويه لوجبات الدايت، يعني فراخ مشويه وكده بس في صوص وفي رز. فمش عارف، بس يعني حسيت ان هي ايه، حاجه لايت كده، مش زي السجق كده وجبه حرشه وفيها سنه سبايسي وتسبيكه. هو مكتوب عليها ان هي بصوص دبس بالرمان، بس انا ما حسيتش بده يعني. يمكن التسبيكه والسبايسي مغطين عليها شويه، وقطع السجق كانت حلوه وتتبيلته حلوه وبس كده. ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنساش من اللايك والاشتراك في القناه وشير الفيديو عشان ينتشر لناس اكتر. واللي بيتفرج عليا من فيسبوك ما تنسوناش من اللايك ومتابعه الصفحه، وهتلاقوا اكونت انستجرام في صندوق الوصف. ممكن تتابعوني عليه، بتنزل حاجات مش بتنزل على اليوتيوب. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم. سلام.